أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم هناك أسباب تجلب محبة العبد لربه وهي كثيرة، وهذه الأسباب نذكر منها على سبيل الاختصار ما يلي، وفيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولا الاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أحد السلف: إن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من هذا الوحي العظيم سبب عظيم من أسباب محبة الله عز وجل لعبده. وقال حسن: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فجعل علامة المحبة الاتباع، وثمرة الاتباع محبة الله عز وجل للعبد. ثانيا التقوى. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه مسلم: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. ومعنى الغني الذي استغنى بنفسه عن الناس، ومعنى الخفي الذي لا يظهر نفسه للناس، يعني لا يحب الشهرة. وتقوى الله عز وجل سبب عظيم من أسباب محبة الله لعبده. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقيل هي أن يطاع الله فلا يؤصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقيل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هي ترك ما تهوى لما تخشى. وقال الثوري: هي ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. قال ابن المعتمر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولله در شاعر القائل: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجي طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. ثالثا الصبر. قال تعالى: والله يحب الصابرين. الصبر سبب جليل من أسباب محبة الله تعالى لعبده، فليحرص عليه العبد بأنواعه الثلاثة، فليصبر على طاعة الله سبحانه، وليصبر عن معاصيه، وليصبر على أقداره المؤلمة. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بالصبر في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رابعا الإحسان. قال تعالى والله يحب المحسنين. والإحسان أيضا سبب جليل من أسباب محبة الله لعبده، وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد أمر الله بالإحسان في كتابه في آيات كثيرة وحث عليه، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الإحسان وأمر به في كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. خامسا التوبة. قال تعالى إن الله يحب التوابين. والتوبة من أسباب محبة الله لعبده إذا تحققت بشروطها المعروفة، ومن تلكم الشروط أولا أن يقلع العبد عن المعصية، ثانيا أن يندم على فعلها، ثالثا أن يعزم عزما أكيدا ألا يعود إليها أبدا، رابعا إذا كانت تتعلق بحق آدمي فعليه أن يبرأ من حقه. فإذا تحققت هذه الشروط في التوبة كانت سببا لمحبة الله تعالى لعبده، فهو سبحانه يحب التائبين ويفرح بتوبتهم، وذلك لعظيم رحمته وسعة مغفرته. وقد أمر الله عباده بالتوبة في آيات كثيرة منها قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أحاديث كثيرة أيضا ورغب فيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. ومنها الطهارة. قال تعالى ويحب المتطهرين. والطهارة أيضا سبب من أسباب محبة الله لعبده، وهي قسمان: طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فهي تطهر من الأنجاس والأحداث، وأما الطهارة المعنوية فهي التطهر عن الشرك والأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة. قال السعدي رحمه الله في تفسيره عند تفسيره لقوله تعالى ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية التطهر مطلقا لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. انتهى كلامه. سابعا التوكل. قال تعالى إن الله يحب المتوكلين. والتوكل أيضا من أسباب محبة الله تعالى لعبده، وهو اعتماد القلب على حول الله وقوته والتبرؤ من كل حول وقوة غيره. وقد أمر الله تعالى بالتوكل وحث عليها ورغب فيها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التوكل ورغب فيها في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فيها هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، متفق عليه. ثامنا العدل والقسط. قال تعالى إن الله يحب المقسطين. القسط والعدل من أسباب محبة الله تعالى لعبده، كما أن الظلم من أسباب بغض الله تعالى لعبده. قال تعالى والله لا يحب الظالمين. وقد حث الله تعالى في كتابه على العدل والقسط في آيات كثيرة. وكذلك في السنة الصحيحة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. ومنها التقرب إلى الله بالنوافل، ومنها المحبة في الله، وكل ذلك ورد فيه نصوص صحيحة. أيها الإخوة، فهذه بعض أسباب محبة الله للعبد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا
أن يجعلنا ممن يحبهم ويحب أقوالهم وأعمالهم ويرضى مصيرهم وذلك على الله يسير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.